قطعتها مكعبات كده متوسطه زي ما انتم شايفين. ومعانا بقى مكعبات من الطماطم، مكعبات من الفلفل، مكعبات من البصل وورق لوري وملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وتوم باودر وبصل باودر. في حله على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت، وبدات ان انا اشوح اللحمه كده زي ما انتم شايفين. عايزين اللون بتاعها كده يتغير كده زي ما انتم شايفين. اول ما بتحطيها والزيت سخن كده بيبدا اللون بتاعها يتغير على طول. نزلت بقى بالورق اللوري وكمان نزلت بالبصل. طبعا البصل انا كنت مفرزاه في الفريزر. هنشوحهم مع بعض كده وهنبدا بقى ننزل بالبهارات، فلفل اسود وبهارات لحمه وتوم باودر وبصل باودر. والله بقى على الريحه في الوقت ده، بتشم ريحه خطيره، بتحسي كده ان انت عايزه تاكليها وهي نيه من جمال الريحه. هندي الكلام الجميل ده كده كله تقليبه مع بعض، وهنبدا بقى ننزل بالخضار اللي معانا. هننزل بقى بالطماطم والفلفل وندي تقليبه كده حلوه. هننزل بقى بكوبايه من الميه، وطبعا كل ما الميه دي تقل هنزود ميه تاني علشان خاطر اللحمه تستوي وما تتحرقش وما تنشفش مننا. احنا عايزين حاجه كده جوسي فيها صوص حلو زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. بعد ما